في حياتنا العائلة شيء مهم، وجودها حتى لو كانت في اختلافات بيننا، وجودها شيء مهم لاستقامة حياتك. الأبو مثلا لو كل بنت وولد فينا تعاملوا معاه كأنه هو الخيمة اللي تظلل حياتنا من كل الظروف القاسية بهالدنيا، كان الأمور طيبة. الأبو عذروبه شيء واحد، أنه في تعامله مع بنته ما يعلمها شلون تعيش بدونه بعدين، لذلك هي دائما تعتقد أن كل رجل مثل أبوها. أما الأم، عاد الأم شنو الكلمات اللي توصف الأم؟ الأم هي الصفقة الوحيدة اللي في الدنيا اللي ما دفعنا فيها شيء وربحانين. الأم هي الكائن الوحيد بالدنيا اللي بركتها مستمرة، حتى لو ماتت بتشوف التوفيق ولا الفشل بحياتك من برك فيها. الأخت هي قطعة من الأم، ريحة من الأم، لكن مشكلة الناس في البيوت ما يعرفون يتعاملون مع الأخت، دائما ضاغطين عليها، دائما شاخطينها. الأخت أكثر إنسانة تفتخر فيك، ربما تفتخر فيك أكثر من أولادك، تخيل والله، من كثر ما هي من دمجة حيل في حياتها معك. والأخ من اسمه أخ، هو أول من يتألم عشانك، هو السند وهو العضد لك، هو أول من يفرح لك وأول من يحزن لك. يقول الله سبحانه وتعالى: سنشد عضدك بأخيك. شوف كيف وصف الأخو بالعضد، والعضد هي العظمة الرئيسية في الذراع، ما وصف أي شخص ثاني إلا الأخو. اللي أنا بقوله، إذا الله سبحانه وتعالى رزقك بعائلة فيها أبو وأم وأخو وأخت، وجودهم بس يكفيك عن نعم الدنيا. عمر النعمة ما كانت فلوس من غير أبو، عمر النعمة ما كانت بيوت من غير أم، عمر النعم ما كانت سيارات وماركات من غير أخو وأخت.